انا راح اتحدث بمسألتين حسين، انا راح اتحدث بمسألتين، خلي لي اياها صورة انا وياها، خلي لي صورتي وانت. يا عبد الله الانصاري، اذا كنت هسه هي والله يعني حتى ما تستحق، مو ما تستحق الحديث، لا بس ما تستحق حتى نعطيها تهويل. بس عبد الله اذا كنت بتعمد ان تتجاهل الكابتن عدنان درجال فانت قزم امام عدنان درجال. اقبلها مني، تسمعها، دا اتحدث وياك بكل هدوء. انت امام عدنان درجال هاي كبرك، سواء باسمه، سواء بتاريخه، سواء بتاثيره، سواء باخلاقه، سواء بكل شيء. انت قدام عدنان درجال قزم، حلو؟ فما اعرف هل هناك احقاد بداخلك؟ اذا اكو احقاد بداخلك فاكيد ما ممكن ان تظهرها باحتفال، ببروتوكول مشاهد امام ملايين العالم في بطولة حبية خليجية. اذا كان بشيء بداخلك، انا شفت بتويتر اكو ناس مصفقت لك لان هم ذولا مثلك نفس طريقة تفكيرك الصبيانية، فما بدي اعطيك اكثر من حجمك. يعني انت لا تمثل الكويت. احنا دائما نقول من اساءونا بعض الزعران، قلنا بعض الزعران. اليوم انا اقول هذا عبد الله ما يمثل الكويت، ولا يمثل حكومة الكويت، ولا يمثل اعلام الكويت، ولا يمثل اي اعلام كويتي. هذا تصرف طفولي فردي صبياني، سموها ما شئت. فأنت لا تستحق حتى أن نرد عليك وأن نتحدث عليك بشيء. لكن الطلب اللي نطلبه مو منك أنت، لأن أنت لا تعني شيء.